السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي على خير؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير يا ربي. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم البنات جيت باش ان شاء الله نشارك معكم واحد الماسك البنات غزال البنات بمعنى الكلمه، وزوين بصراحه وتنقي البشره وتيصفيها. مع دابا راكم عارفين دابا الصيف ان شاء الله، كنبغيو كنتهلاو في راسنا، نبغيو نديرو ماسكات زوينين اللي كيصفيو البشره. وفي الصراحه هذا غزال البنات، يعني كنت كنجربو شحال هادي وزعما تنديرو، يعني كيجي مع البشره ديالي وكيصفيها ليا، كيحيد الكلف، كينقيها من دوك البقع الداكنه. راكم عارفين مع البرد كيدوزنا البرد وداكشي والشتا ما كنتهلاوش في راسنا نهائيا في وقت ديال البرد والشتا، كنعكزوا على راسنا. ولكن دابا الحمد لله الصيف نديرو وصفات، دابا الحال سخون، يعني دغيا كينشفوا في الوجه وماشي شي حاجه اللي صعيبه. المهم البنات دابا غندوز معكم لهاد الماسك هذا. هو ماسك على شكل كريم، هو بصراحه غزال البنات. المهم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا، اسمحوا لي هنا كيف ما كتشوفوا هنا البنات عندي هذا الكاس هذا فيه الروز عادي البنات. هذا الروز هذا كنعمر عليه بالماء كيف ما كتشوفوا، وكنخليه ليله كامله هو مرقد في هذا الماء هذا حتى تيولي على هذا الشكل هكذا. هاد من بعد البنات كنبقى نحركو مزيان حتى كيطلق داك النشا ديالو. حنا غرضنا غير في داك الماء اللي غناخدو، ما غناخدوش داك الروز، غناخدو غير هذاك الماء ديالو. سمحوا لي بنتي راني حازماها مريضه ليا البنات، شكيت عليكم بالشكر الله سبحانه وتعالى. المهم البنات كيف ما كتشوفوا كنبقى ندير له بحال هكذا حتى كيولي لي داك الماء ابيض البنات بحال هكذا صافي. وهنا البنات غنحتاج واحد تقريبا معلقه كبيره، معلقه ونص ديال النشا، وغنحتاج قطرات ديال الحامض، وعندي الصابونه ديال الضوف. صابونه الضوف البنات تكون هذه الاصيليه البنات، ما تكونش ديك الصابونه الاخرى، تكون غير الضوف العاديه. هانتوما البنات الصابون اللي كيكون فيها على هذا الشكل هكا، هانتوما هذه هي الصابونه الحقيقيه. اما كاين واحد الصابونات كيتباعوا رخاصين، كاين الماء 5 دراهم، ولكن ماشي اصيليه. هذه البنات هي اللي خصكم تاخذوا، اللي كتكون فيها هاد الحمامه هذه ولا مع توزه ولا شنو هي يعني. المهم حنا غنحتاجو غير النص ديالها تقريبا. المهم انا دابا غادي ندوز باش نفرك هذا الروز مزيان، هنا تيطلق داك الماء ديالو وعاد نصفيه ان شاء الله ونرجع معكم. صافي هنا البنات بعد ما فركتو مزيان تطلق داك النشا ديالو، غادي نصفي هذا الماء كامل هنايا. بنات هاد الكريم هذا عطاتو ليا واحد السيده صاحبتي غزال الصراحه، وجربته شحال هادي كان فيا الكلف في وجهي، وكان عندي كيف ما قلت لكم عندي حساسيه في وجهي. صافي دابا البنات غنخلي هاد الروز هذا الروز ما غاديش نلوحو، غادي من بعد غادي نطحنو ان شاء الله ونعاود ندير به ماسك اخر ان شاء الله، حتى حاجه ما غتضيع البنات. صافي انا غادي غير في هذا الماء هذا، وغادي ناخذ واحد 2 معالق ديال النشا غنديرهم هنا، وغادي نديرو ان شاء الله فوق البوطه حتى يولي على شكل كريمي. عاد من بعد غادي نزيد فيه دوك القطرات ديال الحامض تقريبا معلقه مع عامره صغيره. واللي عندها حساسيه من الحامض تستغنى عليه، ما ديروش، دير زيت اللوز، دير شي حاجه هكا اللي كتجي لها مع وجهها، اولا ما ديروش نهائيا. صافي وغادي ان شاء الله ندير ضوف ان شاء الله. كيف ما قلت لكم البنات هذا الماسك عطاتو ليا واحد الصديقه ديالي وجربته وجا ليا مع البشره ديالي، بصراحه صفى ليا وجهي وحتى العنق ديالي صفى ليا، ما بقاش فيه دوك لي طاش في الكحال ولا في وجهي ولا في عنقي، زوين بصراحه. المهم انا دابا ان شاء الله غندوز باش ندير هذا الماء فوق البوطه وندير معاه النشا، وانتم معايا ناخذ بعدا النشا. هانتوما البنات غادي ندير 2 معالق، هانتوما معلقه صغيره هذه عندي، وغادي نزيد واحده اخرى هانتوما، نزيد واحد شويه يعني معلقه كبيره ونص. صافي البنات كنخلطو في هذا الماء بارد قبل ما نحطو فوق البوطه. صافي
صافي البنات شفتوا. دابا غنديرو فوق البوطه باش يعقد ليا ان شاء الله، عاد من بعد نرجع معكم. هانتوما البنات درتو فوق البوطه وناقصه عليه البوطه، ونبقى نحركوا البنات، كنبقى نحركوا على هذا الشكل هذا حتى كيبدا يعقد ليا. صافي ما تحيدوش يديكم البنات منه، حيت هذيك النشا غتبدا تهبط لينا في القاع ديال الكاسرونه وغتحرق لينا. صافي كنبقاو بحال هكا كنستمروا بهذه الطريقه هذه حتى كيعقد لينا ان شاء الله. غنزيدو مع ديك القطره ديال الحامض تقريبا كيف ما قلت لكم معلقه صغيره ما عامراش، واللي عندها حساسيه تستغنى عليه ما ديرش الحامض، كما قلت لكم دير الزيت اللوز. شفتوا البنات كتيولي هانتوما الكريمه البنات. صافي دابا غنحيدهم فوق البوطه. صافي البنات هنا محد هذا حدو سخونه البنات قبل ما يبرد لينا. نتوما راكم عارفين الفوائد ديال الحامض البنات. صافي دابا هنا البنات غادي ندوز لهاديك الضوف غنحكها هكا في هاد الحكاكه بحال هكا. هذا البنات كديروه غير من الليل يوميا البنات. هذا الماسك هذا كدهنوه بحال شي بوماده لوجهكم اولا شي كريم، وكتخليوه في الوجه مده نص ساعه البنات. نص ساعه عاد كتغسلوا وجهكم عادي البنات. تقدروا ديروا كوماج قبل تقوموا وجهكم مزيان بالقهوه، ولا راه كاينين فيديوهات حطاهم قدامين في القناه ديالي تشوفوا الطريقه ديال الكوماج. صافي البنات هانتوما شحال كنحتاجو منها، شفتوا ماشي النص كامل غير ربع ديالها. صافي على هذا الشكل وكنخلط هذا الشيء هاد المكونات حتى كينسجموا ليا كاملين سمحوا لنا. صافي على هذا الشكل هذا محد باقي عندي هذاك النشا وداك الشيء باقي سخون باش داك الصابون تيذوب. المهم البنات هنا الماسك بعد ما ساليته شفتوا كيجي على هذا الشكل البنات. هانتوما بحال شكل الكريم. المهم البنات هنا بعد ما داك الكريم دابت مع ديك الضوف اللي حكيت كيجي على هذا الشكل البنات. شفتوا هذيك الصابونه كتذوب البنات كيجي بحال هكذا بحال شي بوماده بحال شي كريم. شفتوا على هذا الشكل هكذا البنات. هذا كنحتفظوا به البنات في الثلاجه مده سيمانه تقريبا ولا اكثر. صافي كنبقاو ندهنوه بحال هكا على البشره ديالنا، نبقاو نديروه بحال هكا البنات على الوجه. انا ما كنبينش وجه البنات وما كون درتو لوجهي، ولكن ان شاء الله غير نسالي غنمشي نطبقو على وجهي ان شاء الله. وكنديرو غير من الليل البنات وكنخليه تقريبا نص ساعه البنات في وجهي بحال هكذا. كنخليه على هذا الشكل هكذا. هانتوما تقدروا ديروه حتى ليديكم البنات راه تيصفي البنات. والله راه قلت لكم راني كنديرو شحال هادي من عام الصراحه تيخلي ليا وجهي عاد تنقي اللي شافني تيقول لي شنو تديري لوجهك. هانتوما البنات صافي بحال هكذا وكنخليه حتى كينشف. هو راه ما كينشفش بزاف كيبقى بحال هكذا حيت راه كيف ما شفتوا بحال البوماده يبقى على هذا الشكل هكا. وكنخليه مده نص ساعه البنات. صافي وكنغسل وجهي. هذا البنات كنحتفظ فيه في الثلاجه كنبقى نديرو يوميا بالليل. صافي وكنغسل وجهي عادي البنات. المهم انا غنغطي هذا ونخليه كندير له غير بحال هكا السلوفان باش ما يشمش ليا شي حاجه من الثلاجه شي ريحه ديال الماكله ولا شي حاجه. ولا عندكم شي قرعه ديال الزاج من الاحسن ديروه فيها وديروا ليه السلوفان وسدوا بالغطاء ديال القرعه. صافي انا غنديرو غير بحال هكذا مزيان ونخليه. صراحه البنات نتمنى تجربوا هذا الماسك هذا غادي يعجبكم ان شاء الله ويعطيكم نتيجه من اول استعمال البنات. وما تنساوش تخليو لي واحد اللايك وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب فضلا وليس امرا اللي عجبته القناه ديالي. وشكرا لكم كاملين وان شاء الله نتمنى تجربوا هذا الماسك
ويعجبكم يا رب. ان شاء الله نشارك معكم ماسكات اخرين ووصفات اخرى ان شاء الله في هذا الصيف هذا باذن الله. مع السلامه البنات، والى فيديو اخر ان شاء الله.